خلوا بالكم ايها الساده المسؤولين، المواطن، وانا ببعت لك رساله تحذير على الهوا، ال100 مليون بقوا في بلدنا قلقانين من الغد، وده شعور كارثي بالمناسبه، لانه كل يوم بيفاجئ بحاجه، ارتفاع اسعار، تراجع جنيه. هنا المواطن بيقيس حاجه واحده بس، لما بينزل السوبر ماركت الحاجات اللي في جيبه تكفيه ولا ما تكفيهوش. اقعد انت قول زي ما انت عايز ان الجنيه المصري اقوى عمله، الاحتياطي النقد الاجنبي زاد 500 مليون دولار زي تقرير البنك المركزي. والمؤكد، وانا لست خبيرا اقتصاديا، ان الزياده دي سببها زياده في سعر الذهب، لانه جزء من الاحتياطي داخل البنك المركزي هو ذهب، فدي زياده رقميه زادت. بس هل انت هتبيع الذهب؟ مش هتبيع. طب لو انت عندك الزياده ال 500 مليون دولار افرج عن البضائع. فانا عايز ان احنا طالما في ازمه كبيره جدا، مطلوب الاتي: واحد، احترام قلق المواطن المصري، احترام هذا القلق، لا يتم التتفيه منه. في ناس مش عارفه تنام خايفه من بكره، قلقانه. بتاع الايجار هيخبط عليها، البقال ساحب ومش قادر يهوب عليه يجيب ربع كيلو سكر. هطمن الناس دي ازاي؟ يبقى واحد، احترام هذا القلق. اتنين، على الدولة المصرية أن توسع قاعدة مستشاريها من كل الأطياف، حتى لو كانوا من غلاة المعارضين، تستمع وتنصت. الدكتور اللي عنده الحل يجي واسمع له كدولة ونسجل، مش مؤتمر كان مكلمة الوزراء هم اللي راحوا اتكلموا فيه والكل متصور. الرئيس نفسه قال لهم هاتوا المعارضين، الرئيس نفسه قال لهم اللي انتوا عملتوه ده يعملوا اي طالب خريج اولى اقتصاد. يعني انا لقيت ايه؟ انا مع كامل احترامي للاشخاص طبعا، جميع الساده المسؤولين على راسي، لهم مني الاحترام والتقدير، بشر، لكن انا هنا بتكلم على السياسات وليس الاشخاص. النتيجه ايه؟ ما هو النتيجه ايه؟ الناس النهارده عايزه تغير سياسات، وقد يتبعها بالتبعيه تغيير اشخاص. قافلين على بابنا ليه؟ الكل قاعد. طب ايه رايك النهارده غير القلق اللي عند الناس؟ الكل قاعد في انتظار جدوه، الروايه الشهيره، اللي هو قاعد مستني ايه بكره يحصل. يعني احنا بقينا بننام نصحى، اللي هو الواحد بيفتح الواتساب ولا بيشوف مواقع التواصل ايه اللي حصل، ايه الحق شهاده ب25، ايه الحق كذا. صناع ومستثمرين كلموني امبارح، قالوا لي احنا اول امبارح كنا بنفكر هنعمل ايه ونضخ ايه ونطور ايه ونزود الناس ايه، حاجات كده. جت الشهاده ال25%، قفلنا الظرف، لمينا قرشينات وهنحطهم في البنك وخلاص بقى. طيب انت بتقول له كله مطور وكله مصنع، تعالى ادي لك 25% وانت حاطط رجل على الرجل، لا تدفع لا ضرائب ولا تامينات ولا حاجه. قد يكون لدى البنك المركزي اسبابه الوجيهه، ان هو شايف ان في حجم كاش متداول في السوق كبير فعايز يلم، اوكي، بس دي سياسه ماليه. فين السياسه الاقتصاديه؟ فين السياسه الاقتصاديه؟ فين تشجيع التصدير؟ فين تشجيع المستثمر؟ فين ده؟ بكلمك جد. هو احنا هنقعد في قلب الدايره؟ تعالى اسمعك خبر وعليك ان انت تعيد النظر، لان انا شايف ان احنا بندور في نفس هذه الدايره. الماليه، وزاره الماليه تعتزم اصدار سندات واذون خزانه بقيمه تريليون جنيه، يعني 1000 مليار جنيه خلال الربع الثالث. منشطة الشروق النهارده. وزاره الماليه هتصدر سندات واذون خزانه بقيمه تريليون جنيه خلال الربع الثالث. طيب، مع كامل احترامي هنا للساده المسؤولين كلهم في اماكنه داخل الحكومه، طب هو ايه الصعوبه ان اي حد يشتغل في الحكومه بقى؟ انا بتكلم بجد والله.
طب ما انا كل ما هتزنق هروح طارع اذون خزانه، وبطرحها بضمان ايه؟ الدوله المصريه والحكومه المصريه، مش على اسم الشخص. هي في العبقريه زي مره احدى الوزيرات الفاضلات كانت بتفتخر انها جابت كم مليار دولار قرض لمصر. هو الاقتراض بقى عبقريه؟ انا بتكلم جد. يعني هل ينفع في 23 هي نفس القصه برضه؟